السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور المصري الممتاز والقناة الناقلة. رفض الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك منح لاعبيه راحة عقب مواجهة نادي بيراميدز بالدوري، وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة نادي المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور المصري. وفرض نادي الزمالك التعادل على نادي بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى، ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة الدوري. أحرز هدفي نادي بيراميدز كلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كلا من نبيل عماد دونجا في الدقيقة 59 وإبراهيم ندي في الدقيقة 61. وأغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة نادي بيراميدز التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور المصري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات الجولة الثانية أمام المقاولون العرب. وتطمح جماهير الفارس الأبيض في عودة الانتصارات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد خسارة نادي الزمالك من نادي أراتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وطلب الجهاز الفني لنادي الزمالك من اللاعبين التركيز في مباراة نادي المقاولون العرب القادمة بحثا عن استعادة الانتصارات وتعادله مع نادي بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى بالدور المصري. ويدخل الزمالك معسكر إعداد مغلق يوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة نادي المقاولون العرب. وحرص أوسوريو على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبوه في مواجهة بيراميدز، كما أشاد بالأداء والمستوى وقدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، مؤكدا أن المستوى في تحسن مستمر. وشدد أوسوريو على أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات. على الجانب الآخر، خسر فريق نادي المقاولون العرب أمام نادي بلدية المحلة الصاعد للدور الممتاز هذا الموسم بهدفين دون رد في الجولة السابقة في الدوري. وقرر شوقي غريب المدير الفني للمقاولين العرب الدخول في معسكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك قبل اللقاء المرتقب، ويفرض شوقي غريب السرية على قائمة المقاولون التي يراهن على قدرتها على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض لتعويض الخسارة المدوية في مباراة كأس مصر الأخيرة التي جمعت الفريقين. ويدخل نادي الزمالك مباراة نادي المقاولون العرب وهو في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب لقاء واحدا وتعادل في هذا اللقاء، وأحرز لاعبوه هدفين وسكنت شباكه هدفين. ويسعى نادي الزمالك للفوز على المقاولون العرب ليعوض تعادله أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة السابقة، بينما يدخل نادي المقاولون العرب مباراة نادي الزمالك وهو في المركز الخامس عشر برصيد 0 من النقاط بعد أن لعب لقاء واحدا وقد خسر هذا اللقاء ولم يحرز لاعبوه أي أهداف، وسكنت شباكه هدفين. ويأمل نادي المقاولون العرب الفوز على الزمالك ليعوض هزيمته أمام بلدية المحلة بهدفين دون رد في الجولة السابقة. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي المقاولون العرب في المباراة المقررة لها 7 مساء الاثنين القادم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدور المصري الجديد. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب في الدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
شكرا على حسن مشاهدتكم، تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء آخر.